بالنسبة للاقتراح ديال اليوم هو كيك يومي بمذاق الحامض. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم اهم النصائح باش يطلع معكم الكيك اليومي وكذلك يصدق معكم. يلا باذن الله ندوزو المقادير هاد الكيك ديال هذا. كنحتاجو لهاد الكيك كما كتشوفوا معايا هنايا 5 ديال البيضات متوسطي الحجم، كأس ديال الزيت النباتي، وكذلك كأس ديال سكر سنيدة. عندي هنايا نصف كأس ديال الحامض، واحد ياغورت طبيعي والقشور ديال الحامض، وعندي هنايا 2 ديال الساشي ديال الخميرة ديال الحلويات، و14 ملعقة كبيرة ديال الدقيق. وعندي هنا النكهة ديال الحامض لتعزيز النكهة كما كتعرفوا معايا. هنا بالنسبة المقادير كلها كتكون بحرارة المطبخ ضروري ومؤكد، والعبارات كيكونوا بالكأس ديال العنبة. في واحد الاناء غادي نضيفو داك البيض ديالنا وغادي نضربوه جيدا بالضراب الكهربائي. هاد الكيك هذا اقتصادي وكذلك كيجي على برا مقرمش والداخل كيجي معلك وكل نسمة ديال الحامض. للاخوات اللي كيحبوا الحامض هذا هو الكيك ديالكم. بالنسبه للياغورت انا درت هنا ياغورت طبيعي، الا ما كانش عندكم متوفر تقدروا ديروا ياغورت ديال الفاني او ياغورت ديال الحامض. هنا بعد ما كنضرب هاد الخليط ديالنا جيدا، البيض ضروري ما نضربوه جيدا، عاد كنبقاو نضيفو السكر بالتدريج. دائما كيكون بالخلط، يعني حنا كنضيفو حنا كنخلطو، يد كتخلط لنا الخليط ويد كتضيف العناصر الاخرى. هنا ضفت السكر، من بعد ضفت الزيت النباتي، وغادي نضيف الحامض، قشور ديال الحامض اللي كنأكد عليه في هذا الفيديو هذا انه الحامض، عصير ديال الحامض ما كنضيفوهش في الاول ديال الكيك، دائما كيكون في الاخير كيفو كيف الخميره ديال الحلويات. هنايا انايا كنضيف الياغورت ديالي، غادي نرجعوا نخلطوا هاد الخليط ديالنا بعد ما ضفنا الياغورت. غادي نكونوا نخلنا دوك 14 ملعقه كبيره من الدقيق الابيض، دقيق الخاص بالحلويات. انا هذا هو اللي كنستعمل، دقيق خاص بالحلويات ولكم الاختيار. هنايا المول ديالي ضفت له الزبده كما كتشوفوا معايا، وغادي ندخلو المجمد، وانتم لكم الاختيار تقدروا تضيفوا له الزبده وديروا فوق منه الدقيق فقط وتستعملوه. بالنسبه للفرن انا راني شاعلته على درجه حراره 175 حتى ل 180 درجه. هنا غادي نضيف الدقيق ديالنا اللي نخلته كما ذكرت معكم 14 ملعقه كبيره. نتوما شوفوا عينكم ميزانكم، يعني كتعرفوا القوام ديال الدقيق، ماشي ضروري نقول 14 تكون 14. هنايا من بعد ما ضفت النصف ديال الكميه ديال الدقيق الابيض، راني غادي نضيف دوك 2 حمر ديالنا اللي الوزن ديالهم 21 غرام، المجموع ديال الوزن ديالهم 21 غرام، ونكمل الدقيق ديالنا اللي بقى. بالنسبه للحامض راني باقي عاد ما ضفتو حتى الاخير كما كتشوفوا، راه لهيها راني باقيه ما ضيفه الحامض. انا كنضيفه في اخر لحظه باش يساعد الكيكه ديالنا باش تطلع. الا ضفتوه في الاول غادي تمشي ديك الفعاليه ديالو مع الخلط. هنا راني ضفتو، والنكهه ديال الحامض راني ضفتها في الاول وراني كنخلط. هذا هو القوام ديال الكيكه ديالي كما كتشوفوا معايا، قوام ديال الكيكه. غادي نصبوا هاد الكيكه ديالنا في المول ديالنا اللي غادي نستعملوه باش ندخلوه للفران. كنت درت له الزبده كما كتشوفوا ودرت له في الكونجيلاتور، انا ما درتلوش الدقيق فقط درت له الزبده وحشيته في الكونجيلاتور. ومن بعد غادي نضربه شويه مع سطح العمل باش دوك الفقاعات اللي فيه لتحت او اللي تكون فيه الداخل تطلع على الفوق، وندخلوه للفران طيب على درجه 175 حتى ل 180 درجه. منين نشوفوا الكيكه ديالنا طلعت وطابت نهودوها لتحت تحمر شويه، وبالصحه والراحه. هذه هي الكيكه ديالنا، شوفوا كي جات زوينه بزاف وبنينه. انا هنايا زينتها بالسكر كلاصي من الفوق،
وانتم لكم حرية التزيين. كيكة اقتصادية وكذلك كيكة بحجم عائلي، وجدوها لوليداتكم وبالصحة والراحة. إلى فيديو قادم إن شاء الله. ما تنساوش تخليو التعليق ديالكم المحفزة، وكذلك اللايك والاشتراك إذا كنتوا جداد. ومرحبا بكم عندي في القناة. خليتكم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله وبإذن الله.